السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أنفال. واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير إن شاء الله يا رب. أنا في نعمة والحمد لله، والله يدومها علينا وعليكم. نتمنى كالعادة هذا الفيديو ما دخل عليكم يلقاكم بألف خير وألف هناء. نتمنى كامل المتتبعين والمتتبعات المشتركين والمشتركات يكونوا بصحة وهناء، واللي دخلوا معنا جدد نقول لهم مرحبا بكم في القناة. لا تنسوا تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله غير المفيد. البنات اللي جيتكم بوصفة خفيفة ظريفة اللي راهي بحرت لها عفوا، واش دير قهوة العشية ولا توجدها قهوة الصباح، نقول لك جيبي غير شوية تاع سميد رقيق ورواحي، حاجة سهلة مهلة وتوجد في دقائق معدودة. المهم البنات هنا نبداو على بركة الله. عندنا كاس تاع حليب دافي، الكاس يرفد 250 مليلتر، كاس تاع حليب دافي. البنات هذا الوصفة جربوني راهي أكثر من رائعة. 250 مليلتر تاع حليب دافي ندير معاهم. دوك تشوفوا البنات نوريكم كما يقول لك هنايا عندنا مغرفه نتاع خماره مملوءه، خماره تاع العجين البنات، مغرفه تاع اكل خماره العجين. عندي 3 مغارف سكر تاع اكل، 3 مغارف سكر نتاع اكل. نعاود البنات كاس تاع 250 مليلتر تاع حليب دافي. عندنا ملعقه خماره العجين مملوءه. عندنا 3 ملاعق سكر مملوئين. نخلطهم مليح البنات حتى اللي تنسجم كامل ما بين السكر والحليب والخماره، ونرجعوا نديروا هذيك الحبه تاع البيض درجه حراره الغرفه، ونعاود ثاني نخلطهم البنات. هنا البنات للامانه اللي عندها قشور الليم ولا ليكستري تاع الليم ديره يجي روعه. هنا البنات عندنا الكاس الاول تاع السميد رقيق البنات، السميد رقيق، واللي طلبوا مني نوعيه السميد اللي تكون مليحه، يا اما مولا يا اما عمور يا اما سفينه، هادو 3 كاع ملاح. هنايا عندنا شويه تاع الملح، ودرت الكاس الاول تاع السميد، وهذا الكاس الزاوج تاع السميد الرقيق البنات، السميد الرقيق تاع البغرير. نخلطهم. واللي عندها كما قلت لكم قشور الليم، اللي عندها قشور الليم ولا ليكستري تاع الليم والجلجلان، هادو 2 صوالح لازم ديروهم في هذه الوصفه. انا هنا كان عندي مطحون البنات درته بصح وقيل المقطع فات لي، كان عندي جلجلان مطحون، هي من الاحسن يكون جلجلان حب. دوك البنات نحط هذيك الذره باليدوي ونرجع نكمل بيديا. هنا عندي الكاس الثالث البنات ندخلوه بالتدريج على خاطر قادر تدخليه كاع قادر لا. انا هنا دات لي 2 كيسان ونص نتاع سميد، دات لي 2 كيسان ونص نتاع سميد رقيق، سميد رقيق البنات، وما ديروش الفرينه نهائيا. انا دات لي 2 كيسان ونص نتاع سميد رقيق، 2 كيسان ونص، 2 كيسان فرغتهم على ضربه. اما الكاس الثاني قعدت ندير بشويه حتى اللي تحصلت على عجينه متماسكه حبست. تجي شابه البنات، تجي خفيفه ريشه، سيرتو مع قهوه العشيه ولا مع قهوه الصباح، وديك بنه الليم فيها ما نحكي لكمش. جربوها البنات ورجعوا لي في التعليقات. طلبوا مني بزاف البنات هذه الوصفات اللي ما فيهمش الفرينه، واليوم تعمدت باش نديرها لكم هكا مع رمضان راه قريب ان شاء الله الا كتب ربي. ديروهم باسكو هاد الصوالح ما ينتكلوش في رمضان. هنا شوفوا راني ندير في السميد غير بشويه حتى نتحصل على عجينه متماسكه. عاد نحبس السميد ما نزيدش ندير، باسكو قلت لكم كاين السميد اللي يشرب وكاين اللي لا. على بها الكاس الاول والزاوج ديروه تم، اما الكاس الثالث اقعدوا تدخلوا فيه بالتدريج. هاي لكم وصفه سهله مهله وتوجد كما قلت لكم في دقائق. هنا البنات انا بعد ما لميتها نغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها ونرجع لها. البنات للامانه لازمكم ديروا قشور الليم ولا ليكستري تاع الليم والجلجلان مقلي حب، يعطيكم بنه وحده اخرى، يعطيكم واحد البنه صدقوني رائعه. هنا البنات بعد ما خليتها مده حوالي 15 دقيقه وحسيت باللي راه ضاعف الحجم تاعها، نقلعها من هذيك الاخرى باسكو ما عنديش كي باش نخدمها على سطح العمل، ولا ديروها في جفنه ولا، وتجيبوا ملعقه تاع زبده تكون معمره، ملعقه تاع زبده تكون معمره، ملعقه زبده
تكون معمره، ونديرها في هذيك العجينه ونقعد ندخل فيها غير بشويه 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 حتى اللي تدخل لي كامل هذيك العجينه ونحبس. حوالي دقيقه وانتم تدخلوا فيها، حوالي دقيقه وانتم تدخلوا فيها. هذه هي الطريقه البنات، وراني دايرتها معكم البنات هنا في لي سوفلي لا تعقلوه في رمضان تاع العام اللي فات. هكا تقعدوا تدخلوا فيها حوالي دقيقه كامله وانتم تدخلوا في هذيك المغرفه نتاع الزبده. نتوما البنات عمروها شويه على هكا، ديروا كيما يقول لك ملعقه مملوءه نتاع زبده باش تجيكم خفيفه وتجيكم طريه، وتقعدوا تخدموا فيها بهذه الطريقه حتى لي تدخل كامل الزبده في هذيك العجينه وتتحصلوا على عجينه طريه وخفيفه ما نحكي لكمش. هنا بالبنات بعد ما دخلتها ها راكم تشوفوا، نجيب نقطعها الى كويرات صغيره نتوما والحجم اللي تبغوه. نعاود ناكد البنات، عندنا كاس تاع حليب 150 مليلتر، عندنا بيضه كامله درجه حراره الغرفه، ملعقه تاع خماره العجين تاع اكل مملوءه، 3 ملاعق اكل سكر مملوئين. كما راكم تشوفوا البنات درت معكم بمقادير مضبوطه، وعندنا 2 كيسان نتاع سميد، اما الثالث تدخلوه بالتدريج حتى لنتحصلوا على عجينه متماسكه. نخلوها تخمر مده 15 حتى 20 دقيقه، نرجعوا نوخروها ونديروا لها مغرف مملوءه نتاع زبده وندخلوها حوالي دقيقه وانت تدخلي فيها، ومن بعد نروحوا نشكلوها كويرات ونديروها في نحلوها بالحلال كما راكم تشوفوا ولا بيديكم كيما درتوا تجيكم، ونديروها في سنيوه يكون عليها ورق الطهي ونغطوها ونخلوها تخمر، ومن بعد نرجعوا نكملوا الوصفه ان شاء الله مع بعض. ان شاء الله برك يكون الشرح مفهوم، وصدقوني تجي بنتها روعه. بلا ما تنساو البنات قشور الليم او ليكستري تاع الليم والجلجلان، هذه تعطيكم بنه واحده اخرى وغادي تستغناو على بزاف صوالح مع هذه الوصفه. هنا البنات كما راكم تشوفوا راني كنت مغطيتها، وهذو البنات طيبتهم الاولى غير باش نطلق لكم الفيديو ما خليتهمش خمروا بزاف. ديجا هنا كنقول لكم شحال راهي الساعه البنات، راهي 12:30 نتاع الليل. نتوما زيدوا خلوا الحجم تاعهم يتضاعف اكثر من هكا شويه هكا باش تجيكم خفيفه. دوك البنات جبت صفار البيض ودرت فيه ليكستري تاع الليم باش يعطيني قوش باب، وطليتهم ودرت كاوكاو ايفيلي ولا جلجلان ولا واش كان عندكم زوقوها من الفوق. والفور تاعي راه يحمى، من حمى مليح 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 طفيت عليه من الفوقه وخليت له غير من تحته حتى اللي حسيتهم بلي طابوا وتنفخوا لي هذوك الخبيزات، عاد شعلت عليهم من الفوق وطلوهم من كامل الجوانب البنات باش يجيكم لا كولور تاعهم شابه ويجوكم محمرين. الله الله هاي هذه هي. دوك يجي عماد ولدي يصور لي وانا نكمل هنا نطلي الخبيزات هذوك الوالا اللي بقاو لي. دوك يجي عماد ولدي يصور لي ونكمل معكم الوصفه. هنا راه عماد يصور وانا راني نطلي في الخبيزات، نطليهم مليح البنات هكا عفوا باش يجوني محمرين من كل الجوانب. يجوا نقولكم صدقوني البنات يجوا خير من لامونه، يجوا خير من لامونه، يجوا بزاف بزاف بنان وخفاف وشابين. دوك ندير لهم شويه كاوكاو ايفيلي وندخلهم يطيبوا ونخرجوا نشوفوا النتيجه ان شاء الله مع بعض. ان شاء الله برك راكم تجربوا وصفاتي وان شاء الله راهم يعجبوكم، وان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم. اكيد راني كل يوم ندخل للدار وان شاء الله تكونوا ترحبوا بيا بكل صدر رحب، ونبغيكم البنات نموت عليكم صدقوني. توحشتكم بالبزاف والله، غير توحشتكم دروك كي راني ندير معكم في لي فيديو نحس روحي لاز. البنات بعد ما دخلتهم طابو راني خرجتهم، هادو هما الخبيزات نتاوعنا ان شاء الله برك تجربوهم. شوفوا البنات يروحوا لي واحد المقاطع اللي من شوفوا كي جات دايره البنات، شوفوا والله غير جات روعه. قلت لكم برك زيدوا لها غير هذاك المصباح السحري، زيدوا لها غير هذاك الليم والجلجلان وتعطيكم واحد النتيجه اكثر من رائعه. جربوها البنات، جربوا هذا الوصفه وديروها قهوه العشيه في هذا البرد، بدلوا شويه هذا مكان. البنات جربوا الوصفه، ما تنساونيش باللايك وبالاشتراك، نبغيكم نموت عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء اذا جربتوا الوصفه وعجبتكم، نبغيكم نموت عليكم والى عفوا الى اللقاء.